ايش ايه ده كله، ايه ده كله؟ اظن بقى يعني شويه بضاعه فل وبكميات. ايه يا واد، وقعت على كنز ولا ايه؟ لا يا معلمه، دول شويه حدايد كده اللي لقيناهم نايمين على جنب، قلنا نصحيهم ونجيبهم معانا وربك لما يريد بقى. بس بضاعة فل الفل، تسلم ايديك. مادام بقى البضاعه زي الفل يبقى احنا كمان ناخد حقنا وياخد حقنا مظبوط كمان يا معلمه. وبزيادة كمان يا واد يا زين. هو ده كلام المعلمين الكبار. واد يا بضايع، برنسيسة، خلي الرجالة تعطل العربيات عشان نفرزها. مش نكشف على البضاعة الأول؟ مش جايز تكون مسروقة؟ يا جدع انت ما تبقاش طبن كده في الكلام. الله، مسروقة ايه؟ شايفنا حراميه قدامك؟ احنا جايبين الخرده دي بعرق جبيننا. بس ياض، احنا مش عايزين شبهة مع الحكومة. ما تبقبقش بقى يا بضايا وحكم عقلك امال. هو اللي بيسرق بيجي كده قدام الدنيا كلها باللي سرقه في عز الظهر ويصيح لنفسه؟ وبعدين ما الرجاله اللي كانوا شغالين معانا هم قدامك، اسالهم عارفين احنا جبنا البضاعه دي منين وبتاعت مين. كل حاجه تمت في النور وقدام الكل. تيجي انت بقى وتقول لي مسروقه؟ بالذمه ده كلام يا جدعان؟ كلام الناس حربي مظبوط يا معلم يا بضايا. اللي هم حلو ورزق حلال. عايزين تركبونا ذنوب وتقطعوا عيشنا ليه بس؟ ربنا ما يجعلنا قتال ارزاق. عداك العيب يا واد يا حربي، والله وطلعت بتفهم. هو انا مش قلت نفضي العربيات ونفرزها؟ ولا هي غباوة والسلام؟ عمرك يا برنسيسة. يلا يا شنيب منك له، نزلوا البضاعة من على العربية. يلا يلا يا معلم. يا معلم، هات مفتاح الجيب. انت ايه ماشية اوصلك؟ لا خليك انت تشوف شغلك، انا هروح لوحدي. ايه صعبة دي؟ المفتاح اهو، بس يا ريت تدور معاكي. شوف انت بس شغل. عايز كام في البضاعة دي يا حربي؟ كلك نظر يا معلمه وكلامك كله فلوس ومش هنختلف. على قولك مش هنختلف. تعرف تسوق؟ والله يا معلمه انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير يعني، بس في عندي مشكله كده بسيطه. انك يعني لا مؤاخذه لو جربت سواقتي مش هتعرفي تركبي مع حد تاني. ادينا هنشوف. حصلني على الجيب. بقول لك يا زين، استنى انت هنا انت وبركه مع الرجاله لغايه ما تعتقوا الايه البضاعه، واخد بالك؟ بعد كده استنوني كلكم كده على القهوه لغايه ما ارجع. طب وانت هتروح فين؟ علمك يا زين. هتتفاهموا يا حربي؟ ولا زين، هو حربي رايح فين؟ شكله هيكسر الزلعه الكبيره. يلا بركه. رايحة فين؟ رايحة لمدام شهيرة أعرض عليها موضوع جديد. انت لحقتي تكتبي موضوع جديد؟ موضوع جديد؟ ايه يا امان، خفي شويه يا ماما بالراحه على نفسك لا جرالك حاجه. ما تخافش عليا يا سي أحمد، أنا قدها وقدود. ما تتفقليش قوي كده، هي مواضيع بتنكتب وفي الآخر يا بتتركن على الرف يا بتترمي في صفيحة الزبالة. يا ساتر عليكم انتوا الاتنين وعلى قركم، ده أنا هحرم أقول لكم على حاجة، ده انتوا تسدوا النفس. بنت أماني دي واخدة في نفسها قلم جامد قوي، عايزة تحس إنها مهمة وخلاص. جيتي للحق، هي مجتهده، لا وعارفه عايزه ايه بالظبط، وده اللي بيعجبني فيها. ماشي يا أستاذ أحمد، بس بكرة تشوف إن أماني دي منظر على الفاضي، والأيام هتثبت لك، ساعتها هتقول نشوة قالت. بس هنا. تعال يا واد، بقول لك تعال. ماشي يجي. يا سهرة بنتي يا سهرة. اهلا اهلا يا ست الكل. يا اختي مش تقولي ان معاكي ضيوف؟ معايا ضيوف. خش يا حربي، اتفضل بيتك. ربنا يخليك يا معلم. شوف المعلم حربي يشرب ايه، مش هتأخر عليك. من عينيا يا معلمة، اتفضل. تشرب ايه يا سي حرب؟
هو انت اسمك ساره؟ سعيدة بإذن الله. دمك خفيف يا بت. ده بس من ذوقك، ما قلتليش تحب تشرب ايه؟ اي حاجه على مزاجك يا قمر انت. بس كده من عينيا. اوعى. نهارنا زبادي خلاط. اتفضل يا سي حربي. ده ايه ده يا بت؟ فخفخينة. هي حصلت؟ بس دوق وقول لي ايه رأيك. ها عجبك؟ الله. شوف يا بت يا سهره، كل لما اجي لك هنا عايزك تفخفخيني. انا احب الفخفخه على الاخر انا. ها انت تؤمر يا سي حربي. ما تشوفي الشغل يا بت وبطلي مقاسه ولا ماضي. من عينيا يا معلمة. تحب اعمل لك فنجان قهوة يروق دمك؟ مش عايزه اسم هاري، شوفي شغلك. امرك يا معلمة. اوعى تكون البت دي صدعتك برغيها. بس والله يا معلمه دمها خفيف قوي. عارف يا حربي، انا مبسوطه من نفسي قوي. ربنا يبسطك كمان وكمان يا معلمه، بس لا مؤاخذه يعني اقدر اعرف ليه؟ عشان نظرتي في الناس ما بتخيبش. انا من اول ما شفتك، حتى من قبل ما تخش السجن، وانا قلت الواد ده غير كل الرجاله اللي بيشتغلوا حواليا. ربنا يكبر بخاطرك. يعني اقدر اقول كده ان انا نلت الرضا. انا احب الراجل المفتح. وانا تحت امرك يا معلمه في اي حاجه. فاكر لما قلت لك هيجي اليوم اللي اجربك فيه؟ وانا مستني اليوم ده على نار. وهو جه. تعال اقعد جنبي هنا عشان عايزه اتكلم معاك. وانا عند قول يا معلمه، وتحت الامر والطلب. فاكر رجاله رشوان اللي جم لحد المستودع عشان يتعدوا عليا؟ وهم دول يتنسوا؟ لولا وقفتك جنبي انت وزين كان زمان بقى شكلي وحش قوي، وكان زمان هيبتي في المنطقه كلها اتهزت. معاش ولا كان اللي يهز هيبتك يا معلمه. انا الراجل ده ليا عنده فلوس كتير قوي، يعني ليا عنده حق. مش عايز يديني فلوسي ومبلطج وبيكابر وكمان بيهددني. انا بقى عايزه اعلم عليه واعلمه الادب وارد له الضربه قلمين 3. في دماغك ترتيب معين؟ الحقيقه لا، انا عايزاك تتصرف انت بمعرفتك. الموضوع موضوعك، خلصه بطريقتك. سيب الحكايه دي على ربنا وعليا يا معلمه. بس اديني بقول لك عشان ما تقولش المعلمه ما قالتليش. رشوان ده مش سهل وواصل قوي وايده طايله. ربنا يقوينا عليه. ولو احتجت ايوتا حاجه، رجاله، فلوس، اي حاجه، شاور وانا اجيبها لك. معلش يا معلمه لا مؤاخذه يعني، من غير ما تزعلي مني، رجالتك دول مالهمش اي لازمه. الحكايه دي هخلصها انا وزين بمعرفتنا في الدره. لكن اللي انا عايزه منك دلوقتي بس يعني الفلوس حق الخرده اللي جبتها النهارده، واللي هجيب لك زيها كل يومين والتاني. امسك دول. ايه دول يا معلمه؟ 2000 جنيه. بس دول كتير قوي. ما يكتروش عليك يا حربي. وبعدين موضوع رشوان اللي انا مدبساك فيه ده محتاج منك مصاريف كتير. قول لي بقى هتنفذ ازاي وامتى؟ لا مش على السخان كده يا معلمه. انا لازم في الاول اشمشم واشوف كده رشوان ده سككه ايه ونظامه ايه، بعد كده اخطط على مهلي واقول لك هنفذ ازاي وفين. هو ده كلام العقل، عين العقل. طيب سيبك انا بقى معلمه عشان اروح حاسب الرجاله، زمانهم قاعدين مستنيين على نار. لا تسيبني ايه، اقعد احنا هنتغدى مع بعض عشان يبقى عيش وملح. لما ارجع لك حقك تالت ومتلت ساعتها بس هاجي اتغدى واتعشى وافطر كمان.